الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات، مرحبا. في هذا الفيديو راح أحكي باللغة العربية، ورغم أنه الموضوع كردي كردي، لكن تفاديا يعني للخلط أو اللبس بين اللهجات الكردية، ولأنه أهل السليمانية، محافظة السليمانية، مدينة الفن والثقافة والأدب الكردي، يعني يتكلمون اللغة العربية ويفهمون اللغة العربية أيضا. وأنا أتفهم أنه انتقاداتي لحزب العمال الكردستاني وللاتحاد الوطني الكردستاني يخلق لي عسر هضم أو عدم هضم لدى الجهات الثقافية الموجودة في السليمانية، نتيجة تبعية وسلطة هذه المؤسسات الثقافية للاتحاد الوطني الكردستاني ولحزب العمال الكردستاني وحركة جوران. يعني يفترض بهذه التيارات السياسية الثلاث أنها علمانية وديمقراطية واشتراكية ومنفتحة وتتقبل النقد، وليست أحزاب قبلية وأحزاب وحركات سياسية مودرن، وهي أكثر من يعني تفضل الاستماع للانتقادات ولوجهات النظر المختلفة والناقدة. لكن هذا التعامي أو التجاهل لكاتب وشاعر وروائي كردي أعتقد أنه مرده سياسي، وإلا ما الذي يعني يجعل يعني هذه المؤسسات أو تتجاهل مثلا كاتبا كرديا على خلفية مواقفه الناقدة من حالة سياسية معينة. يمكن أن يفهم، يعني أنا أعلم وأفهم مواقف حزب العمال الكردستاني من هوشنغوسي، وأفهم وأتفهم مواقف الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن الناس لا تعلم، الناس لا تعي بهذا الخصوص. يرون أنه مثلا هنالك نوع، يسألوني يعني من السليمانية أو من خارج السليمانية، أنه أنت لماذا يعني مغيب عن مدينة كردية يفترض أنها مدينة الثقافة والأدب والفن الكردي، ويفترض أن تكون حاضنة لكل الكرد على اختلاف مشاربهم وأفكارهم ومواقفهم. يعني هذا الفيديو وتتمة لفيديوهات أخرى يعني ركزت فيها حول نقد حزب العمال الكردستاني وتسليط الضوء على طبيعة العلاقة ما بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب العمال الكردستاني. حتى البعض من الجيل الجديد اللي في الاتحاد الوطني الكردستاني لا يعون يعني حقائق وتفاصيل هذه العلاقة، هذه العلاقة البراغماتية المسمومة. أقل ما يقال في العلاقة ما بين الديمقراطي عفوا الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب العمال الكردستاني بأنها علاقة براغماتية مسمومة، وهنالك يعني حاضن للحزبين هو النظام الإيراني، يعني نظام ديني طائفي شمولي ثيوقراطي ميتافيزيقي خرافي، يعتمد على الميثولوجيا الدينية وفي منظومته القانونية والسياسية والإعلامية والثقافية وفي كل شيء، ويدعم حزبين يفترض أنه علمانيين يساريين ثوريين، وكل التفاصيل التي تعرفونها عن حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. الجامع ما بين الحزبين ماضيا وحاضرا هو نظام الملالي. نظام الملالي يجمع بين حزبين علمانيين كرديين، وأحيانا كانت تحدث يعني نوع من القطيعة والصدام
والتقاتل ورفع البنادق في وجه يعني العمال الكردستاني يرفعوا البندقية في وجه الاتحاد الوطني يرفع البندقية في وجه الاتحاد الوطني في وجه العمال الكردستاني وهكذا. لكن بالمحصلة في ال10 سنوات الأخيرة يعني الذي أنقذ عائلة طالباني والاتحاد الوطني الكردستاني من محنته، بخاصة بعد مسألة كركوك وخيانة كركوك، هو حزب العمال الكردستاني. وهذه التفاصيل أتيت على ذكرها أنه هيرو إبراهيم أحمد أرسلت موفدا إلى جميل بايك، وجميل بايك بالفعل تدخل بشكل مباشر. والآن عائلة طالباني، عائلة هيرو إبراهيم أحمد، مدينة بحياتها لجميل بايك ولحزب العمال الكردستاني. وبالتالي رويدا السليمانية الآن يعني تحت سلطة ونفوذ العمال الكردستاني. ورأينا في الخلاف الناشب بين بافل طالباني وابن عمه لاهور شيخ جنگي كيف أن يعني حزب العمال الكردستاني كان يدعم لاهور شيخ جنگي، يعني يدعم لاهور شيخ جنگي على أساس أنه بافل طالباني يميل إلى قباد ويميل إلى الديمقراطي الكردستاني، وحزب العمال الكردستاني كان يعول على مشروع لاهور شيخ جنگي على أنه أكثر قربا من العمال الكردستاني. لكن هيرو إبراهيم أحمد عززت للعلاقة ما بين جناح بافل يعني مدام هيرو وأولادها، عززوا العلاقة أكثر مع العمال الكردستاني. ويعني في المحصلة يعني جناح بافل طالباني هو الذي انتصر في الصراع على السلطة على الاتحاد الوطني الكردستاني. لكن لاهور شيخ جنگي أيضا أصبح في مأمن يعني من المساءلة والمحاسبة والقضايا الحزبية الداخلية فيما يتعلق باتهامات بالتسميم وكل هذه التفاصيل. يعني لاهور شيخ جنگي كان متهما بتسميم بافل وبتسميم حماه يعني ملا باختيار وقيادات أخرى من الاتحاد الوطني الكردستاني. صمام الأمان هو كان حزب العمال الكردستاني، ويعني نزع فتيل الأزمة، والآن خلاص انفرد بافل بقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني. لكن بافل شيخ جنگي أيضا لم يخضع لأي مساءلة حزبية سياسية قانونية تنظيمية رسمية، وصار بمأمن بين هذه التفاصيل الداخلية. هذه الأمور هي يعني يعرفها أهل السليمانية، بمعنى هنالك انتقادات أيضا توجه لحركة جوران وللاتحاد الوطني الكردستاني أنه الخصومة والعداء مع الديمقراطي الكردستاني جعل من منطقة النفوذ الجوران والاتحاد الوطني الكردستاني تحت سيطرة العمال الكردستاني. وفي الأيام القادمة يعني ربما يستولي العمال الكردستاني تماما على تلك المناطق، يبقى الاتحاد وحركة جوران وجودهم بشكل رمزي وكأختام، يعني تختم على يعني تشرع وتختم وجود ونفوذ وسلطة حزب العمال الكردستاني في تلك المنطقة. طبعا أتحدث عن هذا الموضوع ويعني الجيش التركي بحجة حزب العمال الكردستاني، وجود حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية ارتكب مجزرة بشعة في حق المواطنين العراقيين. طبعا المواطنين، الحكومة العراقية نددت بهذا الهجوم والعدوان السافر على أربيل، ولكن الحكومة العراقية عاجزة عن التنديد
بالهجمات الإيرانية التي استهدفت كردستان العراق. هذا موضوع آخر، لكن الآن ما هو يعني موثق وواضح للعيان أنه حزب العمال الكردستاني بات يعني حاضرا بقوة، وإحدى المنظمات السياسية التابعة لهذا الحزب عقد مؤتمره في مدينة السليمانية، وسأنشر رابط الخبر والفيديو أسفل هذا الفيديو. انطلاق المؤتمر الثالث لحركة الحرية للمجتمع الكردستاني في السليمانية. هذا المؤتمر عقد في 15 الشهر الجاري، شهر يوليو 2022. حضر هذا المؤتمر يعني الكثير من التنظيمات السياسية، ومن ضمن هذه التنظيمات يعني تقريبا حسب الخبر أنه 700 عضو حضر هذا المؤتمر. ومن بين الأعضاء المشاركين هناك ممثلين عن حزب الشعوب الديمقراطي حدب، هذا الحزب يعني الكردي التركي الممثل في البرلمان التركي، والذي ينفي عن نفسه أي علاقة مع حزب العمال الكردستاني. والحزب الاتحاد الوطني الكردستاني أيضا كان ممثل وموجود وحاضر في هذا المؤتمر. الحزب الشيوعي، حزب الكادحين، حركة جوران، حركة الحرية والديمقراطية للإيزيديين، إضافة إلى المئات من ممثلي القوى والأحزاب السياسية والشخصيات المعروفة. كما حضر المؤتمر أيضا ممثلون عن الشيعة والكاكائيين والزرادشتيين والإيزيديين. والآن حزب العمال الكردستاني يلعب كثيرا على ورقة مسألة الأقليات، وأنه حامي وضامن للأقليات وحقوق الأقليات وقضايا التنوع والقصص اللي بيحبها الغرب. يعزف كثير على هذا الوتر. وأيضا يعني يذكر الحزب أنه اللي حضر هذا المؤتمر كمان شاناز إبراهيم أحمد القيادية البارزة، وهي شقيقة هيرو إبراهيم أحمد، وهي ممثلة يعني هيرو إبراهيم أحمد وعائلة طالباني في هذا المؤتمر. شاناز إبراهيم أحمد وهي من أشد كارهي ويعني ماقتي الديمقراطي الكردستاني داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، من الصقور يعني، ومن الموالين جدا للعمال الكردستاني، ليس حبا في العمال الكردستاني إنما كرها في الديمقراطي الكردستاني وآل البرزاني. شاناز إبراهيم أحمد حضرت هذا المؤتمر اللي تعرف أنه هؤلاء هم مجموعة من الآبوتشية، وحزب العمال الكردستاني يعقد مؤتمرا لإحدى تنظيماته السياسية في مدينة السليمانية. كمان حضر هذا المؤتمر محمد أمين بنجويني، وهذا يعني آبوتشي قديم من كرد العراق، كان من مؤسسي حزب الحرية الكردستاني باك سنة 1991. وهذه يعني هذا تنظيم سبق وأن تحدثت عنه. هل حركة الحرية، هذا الحزب، هذا التنظيم الذي عقد مؤتمره الثالث في سليمانية، هل هو حزب الحل الديمقراطي؟ وهذا حزب الحل الديمقراطي سابقا كان يعني الاتحاد الوطني الديمقراطي الكردستاني، وهذا هذا الاتحاد الوطني سابقا كان حزب الحرية الكردستاني باك. يعني هذا لا أعلم، ربما يكون تنظيم جديد أو يكون يعني نسخة معدلة لحزب الحل الديمقراطي اللي كان يرأسه فايق قلبي، أو يعني ربما، لكن هذا ليس موضوعنا. موضوعنا هو يعني طبيعة العلاقة، كيف نشأت العلاقة بين حزب العمال الكردستاني
وهل هنالك ما يوثق في أدبيات حزب العمال الكردستاني هذه العلاقة؟ أنا بالعودة لجريدة سرخبون، الجريدة المركزية لحزب العمال الكردستاني، شفت أنه في سنة 88 كان هنالك بروتوكول عقد بين الحزبين العمال الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وين؟ في دمشق. من الذي وقع على البروتوكول؟ عبد الله أوجلان وجلال طلباني. ذكرت ذلك باللغة الكردية. متى؟ في سنة 88. طبعا العلاقة بين الحزبين بدأت مطلع الثمانينات، لكن العلاقة يعني بدأت في الثمانينات، وفي 1 أيار أو 1 أو 2 أيار حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في مناطق جبال قنديل اغتالت أحد مؤسسي والكوادر المؤسسة وقائد الجناح العسكري وقتها حزب العمال الكردستاني، كان بيحضر للكفاح المسلح، محمد قراسنجر، هو وإبراهيم بلجين. والعمال الكردستاني أصدر بيان واتهم الاتحاد الوطني الكردستاني باغتيال محمد قراسنجر، وهذا موثق في جريدة سرخبون، وكتبت عن ذلك ونشرت فيديو أيضا عن هذا الموضوع. متى جرى هذا الأمر؟ في 1 أيار 1 مايو 1983، في صيف ذلك العام، في صيف تموز 1983 عقد حزب العمال الكردستاني اتفاقا استراتيجيا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بزعامة مسعود البرزاني. وذكرت نص وبنود تلك الاتفاقية، وسأنشر أسفل هذا الفيديو رابط الفيديو الذي يوثق تلك الاتفاقية. يعني البروتوكول الأول للعمال الكردستاني كان مع الديمقراطي الكردستاني، وبموجب ذلك البروتوكول منح الديمقراطي الكردستاني مساحة من الأراضي أو المناطق تحت نفوذه لكي ينشط فيها ويجهز العمال الكردستاني للعملية العسكرية أو الكفاح المسلح ضد من؟ ضد تركيا. لكن الأمور تغيرت بعد مجزرة حلبشة، بعد مضي 5 سنوات على ذلك الاتفاق المبرم ما بين أوجلان ومسعود برزاني، ما بين العمال الكردستاني والديمقراطي الكردستاني. العمال الكردستاني في 88، في أيار 88 مايو 88 عقد اتفاقا، يعني العمال الكردستاني عقد اتفاقا مع الاتحاد الوطني الكردستاني. نشاهد هذا الفيديو ثم نعود للتعليق مجددا. هذا هو العدد 9 و10 من مجلة صوت كردستان دنجي كردستان، الصادرة عن جبهة التحرير الوطني الكردستاني، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني في فترة الثمانينات والتسعينات، منتصف الثمانينات وحتى نهاية التسعينات. هذه المجلة سبق وأن تحدثت عنها وسأبقى أتحدث عنها في فيديوهات لاحقة. هذا العدد صدر في حزيران 1988، منتصف حزيران 1988. فيها يعني صدر هذا العدد بعد مجزرة حلبشة، وفي هذا العدد يجري الحديث عن مجزرة حلبشة، وليس موضوعنا يعني في هذا الفيديو. وهنالك يعني رواية منسجمة مع الرواية العراقية فيما يتعلق ب ويعني التلميح إلى تورط طرف كردي في تلك المجزرة. يعني هذا ليس موضوعنا، ربما أخص له فيديو خاص.
لكن الموضوع هنا العلاقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني. بدأت العلاقة بين الحزبين، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب العمال الكردستاني، مطلع الثمانينات، وتحديدا يعني عندما هرب عبد الله أوجلان من تركيا إلى سوريا في سنة 1979، وبدأ بإقامة علاقات مع المنظمات الفلسطينية. معلوم أنه الاتحاد الوطني الكردستاني كانت له علاقات قوية مع الفصائل الفلسطينية، وكان عضو جلال طالباني، إمام جلال طالباني كان عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جناح جورج حبش، وعمل في مجلة الهدف في فترة قصيرة. سبق أن أتيت على ذلك في فيديو سابق. وبالتالي كان الاتحاد الوطني الكردستاني على علاقة وطيدة بهذه الفصائل الفلسطينية. استفاد عبد الله أوجلان من تلك العلاقة، علاقة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والفصائل الفلسطينية، والعلاقة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والنظام السوري. وبالتالي الاتحاد الوطني هو عراب تلك العلاقة. لكن في سنة 1983، في 1 أيار 1983، اغتال الاتحاد الوطني الكردستاني أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني، محمد قرصنجر، في مناطق جبال القنديل. يعني هو ومرافقه القيادي المتقدم في حزب العمال الكردستاني إبراهيم بلجين، كان يعني يمثل وفد العمال الكردستاني للتوسط. تم اغتياله، تم قتله، وسبق أن تحدث عن هذا الموضوع في فيديوهات سابقة باللغة الكردية. وانقطعت العلاقة أو توترت العلاقة. وقتها في سنة 83، في تموز 83، أبرم حزب العمال الكردستاني اتفاقا للتنسيق والتعاون المشترك مع الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني. أيضا هذا الاتفاق نشرت بنوده باللغة الكردية، وتحدثت عنه وكتبت عنه في مقالات باللغة العربية. ذلك الاتفاق أبرم في صيف 1983 بين عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني ومسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي. طبعا في تلك الفترة كان هنالك خصومة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، ما بين مسعود بارزاني وجلال طالباني. أنا أتحدث في فترة الثمانينات، فترة 83. الحزبان الكرديان العراقيان دخلا في حالة من التفاوض مع النظام العراقي بشكل منفرد. يعني كان هنالك نوع من القطيعة والخصومة والخلاف. طبعا هذه الخلافات تعود بجذورها إلى يعني مطلع الستينات، بعد ثورة أيلول في كردستان العراق، وفيما بعد يعني انشقاق المكتب السياسي بزعامة إبراهيم أحمد وجلال طالباني من الديمقراطي الكردستاني، والدخول في تحالفات تارة مع إيران الشاهنشاهية وتارة مع النظام العراقي، وصلت إلى درجة القطيعة التامة سنة 1966. في هذا العدد من المجلة يجري الحديث عن يعني عن مجزرة حلبشة، المجزرة المروعة التي راح ضحيتها أكثر من 5000 كردي نتيجة قصف النظام العراقي لقرى كردية بالأسلحة الكيميائية. ويجري التلميح يعني وتوجيه الانتقادات إلى طرف كردي بعينه، وأقصد الديمقراطي الكردستاني. في هذا العدد وفي تلك السنة،
في تلك السنة في 1988 أبرم جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني اتفاقا وبروتوكولا للتعاون والتنسيق مع حزب العمال الكردستاني. في هذا العدد من المجلة غير منشور، يعني بنود البروتوكول ماذا تضمن البروتوكول غير منشور، لكن منشور خبر في الصفحة يعني 50 من المجلة تحت منشط في هذا التحالف تنفيذ لمطالب واحتياجات شعبنا التاريخية، ومكتوب صيغة التحالف، يعني صيغة إنشائية في هذا الخصوص. اللافت الحديث عن يعني الدور الإيراني والإشادة بالنظام الإيراني على أنه هذا النظام يعني نظام ثوري ونظام يعني هنالك شكل من أشكال الإشادة لهذا النظام. طبعا هنالك إشادة بالنظام الإيراني في هذا العدد وفي أعداد سابقة أيضا، رغم أنه النظام الإيراني كان يعني على عداوة واضطهاد وقمع شديد لكرد إيران ولكردستان إيران. ماذا ورد في هذا الجزء؟ فالحرب العراقية الإيرانية التي تؤثر على كردستان عن قرب وتتمركز في جزء منها أدت إلى ضعف السيطرة على كردستان وتحول التناقضات الموجودة بين القوميات الحاكمة لكردستان إلى تناقضات حادة، تناقضات ليس بين الأنظمة، بين القوميات. طبعا هذا مش غير صحيح يعني، ومنافي لقيم اليسار ولأخلاق اليسار الحديث عن عداوات وخصومات وتناقضات بين القوميات، وعميقها بعد أن كان بالإمكان إنهاؤها بالمفاوضات والسبل السلمية. يعني هنالك خلط ما بين الأنظمة والقوميات على مدى مئات السنين، وشكلت أرضية ملائمة تماما للنضال المشترك في كردستان. وللثورة الإسلامية الإيرانية أيضا تأثير كبير على ذلك، وللثورة الإسلامية الإيرانية أيضا تأثير كبير على ذلك. هذا بالإضافة إلى تمزيق الثورة الإسلامية الإيرانية ميزان القوى الذي نأتي إلى الذي فرضته الإمبريالية على منطقتنا من الخارج، وتمثيلها طبعا المقصود بالثورة الإسلامية الإيرانية وتمثيلها للإرادة الحرة في وجدان وميزان وتمثيلها للإرادة الحرة في وجه ميزان القوى الممزقة أو الممزق يعني. وتعمق البعد الراديكالي للصراع العربي، وتعمق البعد الراديكالي إلى آخره. هنا في هذه الصورة صورة عبد الله أوجلان وجلال طالباني يوقعان الرفيقان عبد الله أوجلان وجلال طالباني أثناء توقيعهما لبروتوكول التعاون. طبعا كما ذكرت البروتوكول في 1 أيار 1988 بعد مرور 5 سنوات على مقتل محمد قرصنجر أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني برصاص الاتحاد الوطني الكردستاني في كردستان العراق. طبعا بعد يعني صيغة إنشائية لكن مش مذكور بنود البروتوكول، مش مذكور يعني ماذا تضمن بنود البروتوكول. هنا أيضا كلمة للسيد جلال طالباني لمجلة صوت كردستان. يبدو أن يعني إمام جلال خص المجلة بمقال أو بكلمة يشيد فيها بحزب العمال الكردستاني والعلاقة مع هذا الحزب، وينتقد السلطات التركية يعني على أكثر من مستوى.
وأيضا يشيد بنضال حزب العمال الكردستاني وسجنائه وكفاحه المسلح. يعني الإشادات الموجودة في هذا المقال وكأنه يعني جلال طالباني على وشك أن يقدم طلب انتساب إلى حزب العمال الكردستاني. كما شاهدتم الفيديو، لن أضيف يعني على ما ذكرته في الفيديو، لكن طبعا جرت بعد ذلك الاتفاق كما أشرت في مايو 88، وبدون ذكر تفاصيل البنود، بينما الاتفاق ما بين الديمقراطي الكردستاني والعمال الكردستاني كان واضح من حيث البنود، 11 بند، النسخة التركية والنسخة الكردية منشور في جريدة سرقابون. هذا البروتوكول غير واضح، على ماذا اتفق هذان الحزبان غير واضح. وبعدها بسنوات يعني أكثر من مرة التقى الراحل مام جلال طالباني مع عبد الله أوجلان في لبنان وفي دمشق. أكثر من مرة جرت لقاءات بين الجانبين، ويعني حتى باسم يعني الجبهة الكردستانية جرت لقاءات بين جلال طالباني ويعني عبد الله أوجلان، واعتقد ربما كان سامي عبد الرحمن كمان الله يرحمه، يعني الراحل سامي عبد الرحمن هو ايضا حضر تلك اللقاءات، بالاضافه الى قيادات اخرى من الاتحاد الوطني الكردستاني. لا اعلم وقت ذاك سامي عبد الرحمن كان زعيم حزب الشعب ام باسم الديمقراطي الكردستاني حضر تلك الاجتماعات، لا اعلم. اجمالا كان جرت لقاءات اكثر يعني من مره، وحتى يعني أذكر أنه إعلام العمال الكردستاني عند دخول بعد انتفاضة آذار 91، إعلام العمال الكردستاني كان يقول أنه هو من ساهم وساعد على إدخال جلال طالباني من الأراضي السورية إلى أراضي كردستان العراق. مدى صحة تلك المعلومة لا أعلم، يعني جرى الحديث حول ذلك أيضا. لكن هذا البروتوكول أيضا لم يدم، يعني بعد تلك اللقاءات والمدائح والإشادات، ويعني بالعودة إلى كلمة جلال طالباني اللي أنا ذكرتها في الفيديو، يعني هنالك مدائح يعني، وكأنه يعني مام جلال على وشك أن يقدم طلب انتصابه لحزب العمال الكردستاني. أيا يكن هذا الموضوع لم يدم، سرعان ما يعني انتكست تلك العلاقات، وبدأ جلال طالباني يشن هجوما على العمال الكردستاني يعني بتلك الفترة، يعني وباللغة الإنجليزية وباللغة العربية، واتهم يعني موجود على اليوتيوب تصريحات جلال طالباني في هذا الخصوص، تصريحات مطولة تتحدث عن العمال الكردستاني بسوء، وعلى أنه ممارساتهم إرهابية وأن لهم علاقات مع نظام صدام حسين. طيب يا مام جلال، أنت تعرف هذا الحزب، أنت ليش تروح تعمل اتفاق وبروتوكول والتعامل والتنسيق والتعاون والتنسيق المشترك بين الحزبين؟ أنت تعرف هذا التنظيم منذ مطلع الثمانينات. عدا عن ذلك يعني مهندس يعني الاجتياح التركي في عام 1992، واللي أقنع قيادة الجبهة الكردستانية بجدوى الدخول مع الجيش التركي في خندق ضد حزب العمال الكردستاني ومام جلال طالباني. وأيضا يعني هنالك فيديوهات توثق هذا الموضوع.
يعني حزب العمال الكردستاني حاول أن يلعب على مسألة التناقضات بين الحزبين ويستفيد منها، مع هذا الحزب ضد ذاك، ومع ذلك الحزب ضد هذا. وحتى هذه اللحظة يعني حزب العمال الكردستاني الذي يتحدث كثيرا عن وحدة الصف الكردي، وبالعكس تماما هو أكثر من غذى الشقاق الكردي خاصة في كردستان العراق، ولما يزل على هذه السياسات وهذا السلوك وتلك الممارسات. بمعنى العلاقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني كانت بهذا المنحى، دخلت منحى من البروتوكول تعاون وتنسيق إلى المنحى العدائي. عندما اشتدت المعركة في خريف 1992 انسحب الاتحاد الوطني الكردستاني من تلك المعركة، وترك الديمقراطي الكردستاني لوحده مع الجيش التركي، وجرى ما جرى من اقتتال داخلي كردي. هذا من جهة. في فترة أيضا منتصف التسعينات، في 94 95 96 حتى 98، في الاقتتال الداخلي بين الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، العمال الكردستاني يعني كان له دورا مسموما ومشينا في هذا الخصوص، واستفاد من تلك الصراعات. وحتى الآن المستفيد الوحيد من المشاكل الموجودة ما بين حركة جوران والاتحاد الوطني من جهة، وحركة جوران والاتحاد الوطني من جهة، والديمقراطي الكردستاني من جهة أخرى، المستفيد الوحيد من كل هذه المشاكل ليست الحكومة العراقية وحسب، وليس النظام الإيراني وحسب، وليس النظام التركي وحسب، إنما في طليعة المستفيدين يأتي حزب العمال الكردستاني. الأمور يعني دخلت منحا يعني متدهورا حتى سنة 99-2000. أيضا جرى هجوم عسكري من العمال الكردستاني على الاتحاد الوطني، وسقط من سقط، وبين جريح وقتيل بذلك الصراع الأسود الدموي بين هذين الحزبين اللذين أبرما بروتوكولا للتعاون والتنسيق فيما بينهما في سنة 1988. لكن الموضوع تغير بعد 2011. كيف تغير؟ يعني النظام السوري وكان الحاضن الاستراتيجي والدعم الاستراتيجي للعمال الكردستاني وللاتحاد الوطني الكردستاني. نمي إليه، سرب إليه أنه أحد جنرالات بشار الأسد اجتمع بجميل بايك في السليمانية وفي منزل جلال طالباني لترتيب الأوضاع وقضايا، يعني قصة روجافا، وتسليم جزء من السلطات الإدارية والعسكرية لحزب العمال الكردستاني، تسليم النظام السوري لحزب العمال الكردستاني. كل هذه التفاصيل، كل هذه المعلومات سربت لي بهذا الخصوص، جرت في منزل مام جلال طالباني في السليمانية. طبعا أنا لا أستبعد، يعني وربما لا أستبعد أن يكون هنالك موفد من الاستخبارات الإيرانية أيضا موجود، ربما يعني الحرس الثوري أو جهاز الاطلاعات الإيراني أيضا يكون حاضر فيها اللقاء. لا أستبعد ذلك، يعني لا يمكنني التأكيد، لكن لا يمكن الاستبعاد لجملة من الأسباب كثيرة. يعني العلاقة الوطيدة ما بين نظام الأسد والأب مع حزب العمال الكردستاني، والعلاقة الوطيدة مع هذا الحزب مع النظام الإيراني، مجمل المصالح تتلاقى في أن يكون هنالك جبهة تجمع الاتحاد الوطني، النظام الإيراني،
ونظام الأسد، وفيما بعد الحشد الشيعي وحزب الله اللبناني. كل هذه التنظيمات اليسارية العلمانية بين قوسين وهذه التنظيمات والتشكيلات والأنظمة الدينية الطائفية الثيوقراطية، هذه هي مسألة اللعبة القذرة للسلطة، يعني سلطة اللي تشرعن يعني كل هذا المديح الموجود في إعلام حزب العمال الكردستاني العلماني اليساري للنظام الإيراني حتى يعني فترة متقدمة، يعني مش فترة الثمانينات وفترة التسعينات، والعلاقة مستمرة حتى هذه اللحظة. طبعا العلاقة شابه الفتور والانقطاع عندما توقف يعني الصراع المسلح بين العمال الكردستاني والدولة التركية. هذا لم يكن يعني يرضي النظام الإيراني، ولم يكن يرضي نظام بشار الأسد أيضا، لكن الموضوع عاد إلى يعني عاداته وتقاليده القديمة. يعني حزب العمال الكردستاني ولن يتخلى عن عاداته القديمة، كذلك الاتحاد الوطني، نفس الطينة ونفس السلوك. عندما أقول ذلك، عندما أنتقد هذا السلوك المشين المعيب المدان والقبيح، طبيعي يعني المثقفين المحسوبين على الاتحاد الوطني الكردستاني يعني يذمون أو ينتقدون أو يشتمون أو يتجاهلون هوشانغ أوسيه وكتاباته، حتى ولو كانت هذه الكتابات أدبية، حتى ولو كانت هذه الكتابات تحظى بحضور وازن ومقبول ومرحب به في تونس أو في مصر أو في لبنان أو في الأردن أو في فلسطين أو أي منطقة أو حتى في بلجيكا. يعني يتم تجاهل هذا الموضوع على خلفية الانتقادات السياسية. طبعا أنا عندما أقول ذلك للتأكيد يعني ولتوثيق المسألة، لست في حاجة يعني أنا يعني لخدمات الاتحاد الوطني الكردستاني ومؤسساته الثقافية، ولست في حاجة إلى خدمات العمال الكردستاني ومؤسساته الثقافية. أقول ذلك لكي يعرف الناس ولكي يبقى يعني يدخل الأمر باب التوثيق، ولا يعني يتناساه الناس حتى ولو بعد يعني مضي سنوات على هذا الأمر. بالمجمل يعني في تاريخ الحركة السياسية الكردية صفحات من المقاومة والبطولة والتضحية والفداء، لكن كل هذه الدماء، كل هذه التضحيات يعني استولت عليها مجموعة يعني فاسدة يعني وشمولية وأوليغارشية ومستميتة فيما يتعلق بالسلطة، سواء داخل حزب العمال الكردستاني أو الاتحاد الوطني الكردستاني، اللذان يجمعهما حاليا يعني مظلة واحدة وخندق واحد، هو الخندق الإيراني. هنيئا لهم هذا الخندق، طوبى لهم يعني هذه الأحزاب العلمانية اليسارية الثورية، هذا الخندق الديني الطائفي يعني المعروف. حتى موضوع آخر، دمتم بخير.